مهما حاول البوتينيون العرب وغير العرب القول انه يعني بوتين انسحب من خرسون بخطة محكمة. هذا اللي بيقول لك خطة الكماشة، وهذا اللي بيقول لك لعودة الالتفاف، بيقول لك يعني إعادة تموضع. لم يعد يمكن إخفاء أنه بوتين انهزم وسينهزم أكثر وأكثر مع الأيام القادمة. ما عاد يقدر يعني لا هو ولا كل مرتزقته يغطوا على الفشل الذريع يعني بمحاولته الهجوم واحتلال أوكرانيا. يعني إذا بنرجع على البدايات لأكثر من 8 أشهر حاليا من بداية الهجوم على أوكرانيا، بالبداية قالوا 6 ساعات نحتل كييف ومنغير الحكم، انسحب من كييف. وبعدين بشكل تدريجي ضل ينسحب ضل ينسحب رغم الدمار الكبير اللي عمله بكثير مدن أوكرانية وقرى ومناطق، يعني دمرها بالكامل. ورغم انه عمل استفتاء على مناطق منها منطقة كيرسون اللي هلا انسحب منها من يومين، وهي تعتبر منطقة روسية حاليا. يعني كيرسون او خيرسون بالنسبة لبوتين هي جزء من روسيا. وهو عمل احتفال كبير من اسبوعين وقت اعلن، او من شهر تقريبا، وقت اعلن انه ضم هالمنطقة لروسيا بعد الاستفتاء المعيب اللي ذكرنا بالاستفتاءات اللي كانت تصير بالبلاد العربية وخاصة سوريا. انه هي صارت جزء من روسيا ومحمية بالجيش والسلاح النووي وبالاخير اضطر ينسحب. وهو يعني جار ذيال الخيبة هو وجيوشه. 8 من القادة الجنرالات اللي كانوا في الهجوم على أوكرانيا تغيروا، 8 واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني. وحتى عين التاسع من فترة قريبة اللي هو كان يعني متزعم الهجوم على في سوريا، يعني المجرم الأكبر يعني اللي كان مسؤول التدمير والتخريب في سوريا، عينه ومع ذلك ما قدر يعمل شيء. ليش؟ طبعا في مقاومة أوكرانية مسلحة مدعومة من الغرب، هذا الشيء ما حدا بيقدر ينكره. دعمت بكثير من أنواع الأسلحة وليس كل شيء يعني أمريكا رفضت تعطيها طائرات اف 16 وأعلى من ذلك، وفي أسلحة كثير منعت عنها. أعطتها أسلحة تقدر تقوم فيها وتقدر تستنزف الجيش الروسي، لأن هذا كان الهدف، هدف الغرب وأمريكا بالذات، أنه يضعفوا روسيا لأقصى الحدود. طبعا 8 أشهر من الحرب استنزفت روسيا فعلا استنزاف كبير جدا من كافة النواحي، اقتصاديا وعسكريا. بيقولوا يعني 100,000 جندي روسي بين قتيل وجريح خلال 8 أشهر. هذا رقم كبير جدا طبعا، غير قيمة الأسلحة، المخازن الأسلحة اللي فرغت من صواريخ وطلقات مدافع وغيره، غير سمعة الجيش الروسي وسمعة بوتين اللي هو على أساس أنه اكتسب يعني زخم قوي بعد ما هجم ودعم النظام السوري، وأنه دحر المقاومة والجيش الحر وغيره. لأنه مسكين الجيش الحر شو كانت أسلحته؟ يعني بغاية البساطة كيف بده يجابه طيران وأسلحة أكثر من 230 نوع سلاح تجريبي حتى كان جربوا على الشعب السوري وعلى الجيش الحر وعلى الفصائل المقاومة، وبالنتيجة شيء طبيعي كان. بقى بوتين كبر راسه وفكر يعني انه هو بشطارته وشطارة جيشه انه راح كمان يجتاح اوكرانيا، وممكن بعد اوكرانيا بلاد اخرى يعني جزء يحتل ويكبر ويرجع الاتحاد السوفيتي. لانه هذا كان حلمه، كان حلمه انه الاتحاد الروسي يكبر اكثر واكثر ويسترجع الدول او الدويلات اللي انشقت وخرجت من تحت عباءة الاتحاد السوفيتي السابق. طبعا الهزيمة الروسية يعني اللي صارت شيء يعني ما بعدها لن يكون كما قبلها. يعني نحن فرصتنا هلا كسوريين شايفين انه بوتين انهزم، وشايفين النظام الايراني كيف متزعزع ومتضعضع، والشعب الايراني يعني قام، وان شاء الله بنتمنى انه يضل قائم رغم انه محاولات التعتيم اللي صايره، ورغم انه نحن بنعرف انه الغرب يدعم النظام الايراني دعم يعني منقطع النظير، وخاصة أمريكا اللي أفرجت عن عدة مليارات من الدولارات من 3 4 أسابيع يعني لدعم النظام الإيراني. فنحن بنتمنى أنه نحن كسوريين كمان يعني نستفيد من هالوضع الحالي، لأنه هي فرصة تعتبر لنا.
بس شو نحن المطلوب منا طبعا هو بالدرجة الأولى الإخلاص، بالدرجة الأولى العودة لروح الثورة، بالدرجة الأولى التعاضد والتضافر، ومو يضل كل مجموعة عم تشتغل لحالها وكل الناس عم متوجهة توجه خاص، هذا بده مصلحة فلان وهذا بده مصلحة علان وهذا تابع لهدول وهذاك تابع لهدول. نحن كلياتنا تابعين لسوريا، تابعين للشعب السوري، تابعين لجهة معينة لها عدو واحد وهو النظام السوري ومرتزقته ومن وقف معه. على كل يعني إن شاء الله الشيء اللي جاي أحسن من الشيء اللي راح. وأنا بعتقد يعني، وهذا يعني يعني عندي قناعة تامة فيه، أنه رغم كل ما يبدو من أنه النظام السوري رجع سيطر وتمدد ومادد إيديه ورجليه ومرتاح يعني، فهو متضعضع ومتزعزع وفي حالة من الفشل المستمر، اللي لم يعد لسوريا كيان أو هيكل دولة حاليا. الحقيقة هي عبارة عن ميليشيا مسلحة مافيوية مسيطرة على مفاصل الدولة فقط يعني. وهذا انهياره يعني ممكن يحصل بين يوم وليلة. ولكن نحن شو دورنا بهالحالة؟ نحن لازم نكون جاهزين، نحن لازم نعمل على أنه نضعضع هالمفاصل هي بشكل أكبر، وبحيث أنه يكون لنا وجود ولنا وزن على الساحة، ونقدر نتحرك بالوقت المناسب مشان نرجع نبني هالبلد كما يجب أن تكون.